الله يسعد مساكم حبايب قلبي، مثل العادة الشيف ماجد معكم. اليوم عنا قلي معلاه على أعلى المستويات حتى يطلع طيب كتير معنا. دهنة المعلاه مفرومة، الحمراء أو الفشة أو الفرفاشة حسب ما بيقولوا لها، السودة تبع المعلاه، القلب تبع المعلاه، الكلاوي، وبصلة كبيرة أو بصلتين، وقرن فليفلة حد أو حلو حسب الرغبة. منبلش بنص كوباية زيت صغيرة. بنحط أول شي الدهنة لتتحمص. بعد ما حمصنا الدهنات بنحط مباشرة البصلات. بعد ما حمصنا البصلات بنحط الفليفلات الحدين، في عالم بتحبه حلو، احنا حطينا قرن حد. هلا بعد ما حمصنا البصلات والفليفلات مثل ما نكون شايفين، اول شغله بنحطها اقسى شيء وبياخذ قلي اكثر شيء اللي هي الحمراء او الفشه او الفرفاشه حسب ما بنسميها. شايفين مدام؟ ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله بيرزق الجميع يا رب. وهلا بعد ما شايفين قديش استووا، لازم نحمص الشغله حتى تطلع طيبه. هاي الفرافيش بتاخذ وقت، ليك هلا بس تحمصت مزبوط. القلب، دور القلب قاسي. بعد الفشه او الحمراء او الفرافيش حسب التسميه، القلب. هلا حبايب قلبي بنحط الكلاوي. هلا دور الكلاوي، وهاي الكلاوي تيجي بعد القلوب. اول شي الدهنة، البصلة الحمراء والفشة، القلوب، الكلاوي. لاحظتوا خلينا السودا اخر شي لانه السودا هي اطرى شي وبتستوي فورا. حبايب قلبي شايفين؟ هلا بعد ما قلبنا الكلوة واستوت، هلا بنحط السودا او الكبدة. السودا او كبدة الخروف اسمها، إلى اسمين، اسمها السودا وكبدة الخروف. طبعا المعلاء ما بنغسله، في ناس بتغسله. اذا غسلنا المعلاء بزيبة لازم نعلقه لينشف، بنجيبه معلق من عند اللحام، لانه غسل السودا او المعلاء بأزنخ احيانا. هلا بدنا بعد ما خلصنا كل شيء مباشرة راح نحط فلفل اسود، يعني ما يعادل معلقة فلفل اسود او حسب الرغبة. الفلفل بهار طيب لهاي الاكلة. وراح نحط معلقة ملح طعام بكفي. معلقة ملح طعام ومعلقة صغيرة فلفل اسود او كبيرة حسب الرغبة، بس فقط لا غير. ما بنحط غير هاي شغلتين على المعلاه، ولازم يتحمص. هلا بنفرجيكم اياه بالصحن، وان شاء الله كل عام وانتم بخير وصحة.